قنبلة من العيار الثقيل فجرها موقع فوت أفريكا في مقاله الذي قال وأكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفكر في سحب كأس إفريقيا 2025 من المغرب. اسمع يا جدك، اسمع الشروط ومن الآن اعمل حسابك. شروط: واحد، حجز تذاكر المباريات. ايوه، اول حاجه تشتري التذاكر، ما تجي شيء هكذا السلام عليكم هاجا جينا، لا بنفرض على ابوك التاشيره. فهذاك جاع وجماعه راهم يديروا في مناوره باش يلقاو الوقت، باش يكفيهم الوقت لاستكمال البناء نتاع الملاعب وتجهيز الملاعب. الان حاله الملاعب الان في المروك اللي راهم يجهزوا، راهم يبنوا فيها، حاله تاع الملاعب الان اللي راهم يبنوا فيها مستحيل تكون جاهزه في 2026. اسمع يا جدك، هذه تاشيره خاصه بالكاس افريقيا. كاس افريقيا: واحد، حجز تذاكر المباريات. اثنين، حجز اقامه فندقيه قبل الدخول، قبل ما توصل قدك محاجز الفندق. ما فيش كما بتفعلوا ترقدوا تحت السيارات، ولا ترقد فوق السياره، ولا تروح ترقد تحت شجره، ولا تنتظر مغربي لامك من الشارع يجي يسكنك. ما لا تسكنني لا نسكنك. هذوما ملاعب مروك والله فضيحه على الاخر. اسمع يا جدك، تحجز فندق يا جدك من دابا، تبحث على الفندق من دابا لانه شوف تكون زحمه. تبحث لك على فندق ولا على شقه من هذا الاير بي ام بي ولا من اي موقع من المواقع التي تحجز منها الشقق من الحين يا جدك. لا تفكر انك ما ترقد كما تفعلوا في تونس، لما تروحوا 1.5 مليون فقير تروحوا سياحه ويلاقوكم راقدين تحت الشجر وراقدين تحت فوق السيارات في البودي عشان ما تدفعش الفندق. هذا الكلام في المغرب ممنوع. يا جماعه اللي راكم رايحين لكوب دافريك، والله العظيم انا تاخذوا رايي مقاطعه انا راني مع بوسماحه في هذا الراي، مقاطعه كوب دافريك، اقسم بالله انا معاها. اسمع يا جدك، لا تجوش اصلا، لا تجوش اصلا. انتم كيف ستتحملون هذا المرض النفسي الذي فيكم؟ يا رجال مرضتوا على المغرب وهي بتلعب في كاس العالم. انا رايتهم بام عيني يا جماعه، قسما بالله بام عيني. ناس كانوا يحملوا العلم الجزائري، مجاميع بسيطه هكذا، لا محم فريق بيلعب ولا محم دوله بتلعب ولا دولتهم بتلعب ولا حاجه. حتى كانوا يتساءلوا الاجانب على من هذه الدوله ليست في كاس العالم، وكانوا يلاحقوا ينتظروا لا ما تلعب المغرب، وراحوا يشجعوا الفريق الذي ضد المغرب.